العمر عم يخليك تكون مرن. انت قبل 20 سنة ما كنت تسمح لحدا يحكي معك بهالطريقة هاي. شو اللي صاير معك؟ مراد علمدار مجروح وجرح كبير. إذا ما ساعدناه هلأ مراد رح يضيع طريقه. انت قلقان على مراد علمدار ولا انت خايف انه مراد علمدار ممكن يعمل شي ضدي؟ أكيد أنا شاعر بقلق على مراد علمدار، عم يحاول يوصل لإلك ليقضي عليك، بس من هون ليوصل إلك ما بنعرف هو على مين كمان رح يقضي. موت ميماتي فعلا أثر كتير على مراد علمدار وخلاه عاطفي زيادة. وقت قررت بعده عن شغله انت اعترضت على قراري، بس هلأ عم تشوف انه الحق معي. مراد علمدار شخص ما ممكن نستغني عنه بسهولة، وأنا لهلأ لساتني عند موقفي. يعني بدل ما نبعده عن الشغل كان فينا نساعده يستجمع حاله، ولسه مالنا متأخرين. اجتمع مع مراد وانت اسمعه منيح وفهمه شو الغلط وشو هو الصح. سنجر، بصراحة مراد علمدار صار الوقت متأخر كتير لننقذه. الشيء اللي لازم نعمله هلأ هو نصفيه وننهي وجوده قبل ما يصير لهالشيء أضرار. السيد عادل، انت دربتني ودربت يلي درب مراد علمدار، وعملنا عمليات كبيرة أنا والسيد أصلان ونفذنا أوامرك بحذافيرها. وبهي الفترة أنا ما طلبت منك أي شيء لنفسي، بس أنا هلأ وبصراحة بدي أطلب منك، ولو إنه اعتبرت هذا الشيء شخصي، إنك تقبل تقابل مراد علمدار كرمال عشرة العمر وكل شيء كان بيناتنا. خير معلم، شو في؟ رحت لعند سنجر وقلت له اني رح اقتل الرئيس. معلم انت اكيد ما عم تمزح؟ كان بالاصل شبه مستحيل نقدر نشوف الرئيس، هلأ صار من سابع المستحيلات نشوفه. هاي رح تكون فرصتنا الأخيرة. طالما ما قدرنا نوصل للرئيس فرح نعمل حملة مشان الرئيس يوصل لإلنا. معلم، لو هو اللي كان قاتل ميماتي ما عاد رح يخليك عايش. ميماتي أخونا ولازم ما نموت لحتى ناخد له بيتاره. يبدو أنه الرئيس قرر يوصل لإلنا. أهلين سيد أشرف. شو هاد لك ابني؟ شو بدنا نطعمي جيش؟ لمين كل هذا الأكل؟ معلمي، المعلم مراد قال بدي الشباب مثل ما أعطيتكن ياهن، وزنن شعرن بدي ياهن مثل ما هني. لك ابني، هذا عابد عم يمزح. وين عقلك انت ها؟ حطهم بالمطبخ. أخي كم سنة تخبيت؟ 5 سنين تخبيت من المنظمة، و10 سنين من الدولة، وتخبيت 20 سنة من مرتي. أخي كارا، أنت متزوج شي؟ الكل بيغلط، بس هلأ طبعا ما عدت متزوج. كنا بعمر الشباب، ولما الواحد يتعبى راسه ما بيسمع نصيحة حدا بنوب. أخي
كيف قدرت ما تنكشف لحدا كل هالسنين؟ ها شوف ابني، 3 أعضاء بجسمك بدهم يشتغلوا مع بعض: عيونك وأذنيك ورجليك. بالأول لازم تطور عندك ملكة الرؤية بشكل كبير. عن بعد كيلومتر واحد بتشوف الواحد وبتعرف شو هو من المنظمة شي ولا هو من الدولة. أخي يعني ما في احتمال يكون مواطن عادي؟ ابني شو بده يعمل مواطن عادي بعيد كيلومتر عني؟ ثانيا الأذنين لازم تسمع الزلمة من كيلومتر، إذا كان لابس بسطار أو ماشي حافي برجليه أو لابس شي تاني برجليه. هي النقطة كمان ضرورية. ثالثا رجليك لازم يكونوا جاهزين على طول مشان تهرب بسرعة. أنا من ناحيتي ما فيني ضل بمكان واحد أسبوع. بالأخير لك ابني راح يقدروا يصطادوك مثل طير الحجل. إذا لزم الأمر لازم تكون مثل الميت ولا نفس، وإذا هربت لازم تعرف كيف تنام وانت عم تركض. هلأ انتوا نسوني تماما، انتوا ليش هربانين؟ ما صار لكم يومين بالبلد. معلم مو قلت لنا انه لازم نكون مثل الاموات ولا نفس؟ الميت بيقدر يحكي شي؟ انت عيني. شو هاد؟ شو بيعرفني؟ انت من وين طلعتي؟ قولولي كارا وينه؟ اختي نحن طالعين، تعي بعدين. كتير منيح. هذا حفيد كارا، خليه عندكن ورح ارجع بعدين. اختي وين رايحة؟ عمران روح جيبها. شو؟ وقفي اختي وقفي. يا عبيد. كارا في مرة جابت حفيدك لعنا على المكتب. شو عم تحكي انت عبيد؟ استنى شوي، يلا خد احكي معه. امسكي. من زمان ما عم بقدر اوصل لك، تركتوني مع الولد وحملتوا حالكم ورحتوا. ليكي ما تخلي عقلي يطير ويبلش يطلع جناني عليكي. انت وينك؟ قلي لأجي. كل يلي علمتك يا بالزبالة؟ شو هالسؤال؟ ما فيني خبرك على التليفون. كتير منيح، تعال لكان خد حفيدك، أنا رح روح. طيب هلأ رح يجي باقي وياخدك. باقي روح على مكتب مراد وجيب كايبر. بأمرك معلم.
عبد الحي إذا ما رجع المعلم شو بدنا نعمل؟ عمران، بتعرف إنه أنا ما بحب فكر بشغلات سلبية. والله؟ ليش أنت فكرت شي مرة بحياتك بشي إيجابي؟ إيه شو أنت عم تضحك علي؟ أنت كل عمرك كنت تفكر بطريقة سلبية، وهلأ صرت عم تفكر بالأسوأ. شو جماعة الختيارية عم بيلحقونا لهون؟ هذا الشبي اللي شفته كأني شفته كمان اليوم الصبح. ها هي آخر رفقتك بعبودة، عم بيصير عندك حس ارتياب عالي. سيدي خلي يجي اللي بده يجي ويخلصنا. إذا ما رجع مراد فما رح نقدر نضل عايشين. مع انه بعدني ما شبعت من النسوان. يا سيدي ما في شيء الواحد بيندم عليه. اي دخيلة النسوان. هدول ما رح يطلع منهم شيء. كأنه كارا مانو معه. زلمة كارا اجى على مكتب مراد، شو نعمل؟ زلمة كارا اجى على المكتب. قال كنت عم تقول انه بدك تقتلني. هي انا قدامك. قضية انك تضل عايش او تموت مرتبطة باجوبتك على اسئلتي. مراد علمدار، لحد هذا اليوم في اي شخص او حدا ما قدرت توصل له وتقتله؟ لا ما في. بحسب وجهة نظرك هي أحسن شي فيني أعمله بالحياة من شان أحمي حالي هو إني ما خليك عايش. مزبوط هالشي؟ مزبوط، لأنه إذا كنت أنت فعلا خاين فهذا أحسن شي فيك تعمله، ما لازم تخليني عايش. اسمع يا مراد علمدار، هلأ في عشرات الأطراف يلي عم يطلبوا راسك بإصرار، الدولة وأجهزة سرية. هلأ أنا يلي لازم خاف منك، ما هيك؟ لازم تقبل بالحقيقة يا مراد، في أشياء كتير أحيانا بتتجاوز قوتك وما فيك توصل لها، وما فيك تقتل أشخاص معينين. ما في خاين أنا بدي أقتله إلا ورح أعرف كيف أوصل له وأقتله. وبالنسبة إلك أنا أعتبر خاين؟ أنت أمرت بقتل ميماتي؟ إيه وشو يعني؟ كرمال حياة ميماتي رح تغير كل حياتي وتطالعني أنا واحد خاين؟ حياة الواحد بالنسبة إلك لهالدرجة محدودة بشغلات معينة؟ خلال 2000 سنة من الختيارية كم واحد مثل ميماتي قدرتوا تدربوا؟ ولا حتى بأحلامكم كان في واحد مثل ميماتي خدم الدولة وفداها بدمه. لا تنسى يا مراد علمدار انه الحلم كله يلي عمله هو نحنا. اللي مين درب يلي دربوكن؟ نحنا. ونحنا اعطيناك الفرصة لتدرب ميماتي وتضمه إلك لانه نحنا قصدك المؤسسة ولا انت؟ انا عم اسألك، انت يلي اعطيت الامر بقتل الرئيس السابق وميماتي ولا انتو؟ اذا هيك ليش ما امرت بقتلك وخليتك عايش؟ فيك تجاوب على هالشي؟ انا ماني جاي هون لناقش، اجيت لهون لحتى الاقي جواب لاهم سؤال بحياتي. انت امرت بقتل ميماتي؟ لا انت ولا غيرك ولا اي احدا بيقدر يجي ويحاسبني. عرف حدودك.
أنا لهي اللحظة لسه ما وصلت لنص حدودي، وإذا قررت أتجاوز حدودي فما كنت قاعد قدامي هون. لقائي مع مراد على مدار انتهى. يلا طالعوا لبرا. أمرك سيدي. امسكوا شوي. شو حبيبي؟ ليلي شو جابك لهون؟ انت ليش ما سمعتي اوامري؟ شو قصتك؟ أنا ما بسمع. شو حتعمل؟ رح اقتلك. شو رح اعمل؟ قتلني وخلصني. وقت بقول لك على شغله لازم تعمليها، وقت بحكي انا لازم تعملي يلي بحكي لك اياه انا. اتصلت فيك وما رديت. اتصلتي ولا ما اتصلتي هي مو مشكله، بتعملي الشيء اللي بقول لك عليه انا كلامي ما لازم تكسريه. كارا ما تزيد علي، عم تسمعني؟ بنتي انا حطيت هالولد امانه عندك، إذا مد إيده على المرة ما رح أسكت وما رح أرضى يعمل لها شيء أبدا. لا ما رح يمد إيده، ليش لا يمدها؟ بس انت ما عم تسمعي الكلام. نحن لقينا الشباب اللي عم ندور عليهم. معقولة لكن أنا ضل لحالي مع الولد؟ ضليتي لحالك ولا ما ضليتي؟ بتلتزمي بأوامري أنا. لك أنت أكثر وحدة بتعرف الوضع. أنا ما عندي هيك الوضع ولا عندي هيك شيء. هذا قراري مو قرارك أنت يا ست. أنت شو دخلك؟ لو سمحتي خليكي ورا، تعي له. احنا ما دخلنا. صافي انت روقي شوي. خلص ما بدك. خلص اي نور، انت ما دخلي. الحمد لله على سلامتك معلم، هلا ارتاح قلبنا. عمران انت شو جابك لهون؟ تركت نايا لوحدها؟ معلم القصة بتتعلق بحياتك، شو عاد بتهم نايا؟ ماشي لساتني عايش، يلا بوشك على المكتب. ايه بأمرك معلم. وين السيارة؟ معلم انت لقيت شي؟ غالبا. شفتك ما عم تجي، مشان هيك اجيت لعندك. يا أهلين. عم تنام بالمكتب هون؟ وليش بدي نام هون وأهرم حالي؟ شو ناقصنا؟ في بيوت بكل اسطنبول. نهاد أمي كتير زعلانة وعلى طول عم تبكي، بلشت تشم ريحتك على تيابك، رح تصير مجنونة من وراك. سلوى ما تجيبي لي سيرتها. صحيح أنا بحترم موقفك بس ما بتدخل. أنت احترمي موقفي وما تتدخلي. أنت بقعدتك بهالمكتب متغير كتير، تعال خلينا نطلع مشوار سوا. أنا هيك منيح.
أخي أنا كمان ماني مرتاحة، ما فيني أطلع على الجنينة أتمشى مشان ما حدا يفهمني غلط. أنت خدني مشوار لأنه حتطلع روحي. بأمرك أنا. من إمتى طلبك ما بلبي؟ يلا. على اليمين عبد، على اليمين. على اليسار. كمل. من هون. عمهلكم البيت اللي بوشنا. معلم انت كيف قدرت تجيبنا لهون؟ حاولت اتذكر التفاصيل اللي سمعتها ونحن جايين على الطريق. لازم يكونوا بشي مكان هون. أغلب الظن هون. أخي الظاهر إنه هون سوق عادي.
أنا دخلوني لجوا وكانوا عيوني مسكرين. هذا مثل السوق بس مانو هيك. هذا المبنى لإلهم، للضيوف الكبار. عبد الحي، اطلع شوف المكان من فوق، وإذا ما قدرنا نلاقي شيء فرح نصوره بالهليكوبتر. حاضر يا معلم. ما فينا نفوت أخدين راحتنا. ما فينا نفوت من هون ناخد الزلمة ونطلع. بس فينا وقتها نقتله ونطلع. لو كان بدي اقتله كنت قتلته وقت اللي أخدوني لعنده. قبل ما أسمع أجوبة للأسئلة كلها ماني مستعد موته، ولا رح خليه يموت. معك حق معلم، في 2 قناصين متخبيين بزاوية المبنى، معناتها هذا المكان. حلو، معناتها ما بيقدروا يطلعوا الرئيس في حال صار شي طارئ أو صار زلزال. لازم يكون في شي مدخل سري لجوا، بيكون هذا المخرج خاص للرئيس حصرا، وقت الطوارئ بيستخدموه ليهرب منه. معلم، اسطنبول من بقايا البيزنطيين، شي ممر تحت الأرض أو أنفاق أو قنوات. برافو عابد. خير يا شباب، في شي؟ بدكن تجوا معنا. لوين بدنا نجي؟ رح تعرف بس تجي. يمكن انتم ما بتعرفوا هذا المكان لمين. اخي هيك نحن اوامرنا، خدوهن شباب. عيب عليكم هيك. لا تحكي بالعيب. اخي على القليلة اتركني بس لحتى اتصل من المخفر. يلا انتم مين سمح لكم تفوتوا لهون؟ ما عرفتوا كيف تربوا الحرس تبعكم، هربوا بس شافونا. شو ما في عندكم رجال؟
ابني أنا جاي بدي أخذ أمانتي وروح. أركان وينو؟ مين أركان هاد؟ ابني انت يا زلمه راكز، ما تخلي حالك تتوجع. فشرتوا انتوا وامثالكم توجعوني. انا عمران ما بخاف. فتشوا المكان. خالك المرحوم ما في منه، كنت حبه وكان بيعرف انه ما في حدا بيوقف بوش الدولة. شو يا ابني ما علموك هالشغلات؟ ليش انت رجال لتجيب سيرة خالي على لسانك؟ نافذ، خاله كان يجي كتير لعندي، بس الحقيقة ما كان عنيد مثله، كان يغرد مثل العصافير. عمران وين الأكل؟ تعي لهون يلا. شو عم بيصير هون؟ نافذ، روح مطرح ما طلعت هاي البنت، خود أركان خلينا نروح. حاضر معلم. أخي وصلت ال5 ليرات لهون، بدك نقرأ الفاتحة ونروح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعدي هو وعد وأنا وعدت. عبد الحي، أحيانا ال5 ليرات بتفتح لك ثروة.
سيد القائد. في عدو موجود بغرفة الرئيس، اقضوا عليه. سيدي الهدف سلبي، ما عم اقدر شوفه. كلياتكم على مراكزكم. بس لا تنسى انه في نقطة لازم توقف عندها انت كمان. انت تجاوزت هالنقطة، بالنسبة إلك ما عاد فيك تتراجع. تعرف هذا الشيء؟ أنا بس عم دور على أجوبة لأسئلتي. أنت يلي وصلت الأمور لهون. من وقت ما مات مماتي أنت ما عرفت تسأل السؤال الصح يا مراد علمدار. وشو هو السؤال الصح؟ قل لي لحتى أسألك إياه. السؤال الصح هو كيف سمحت بموت مماتي؟ هذا بتسأله لحالك. وليش كان واضح الضعف عندك؟ نحن رح ندخل. سيدي اوعك تدخل، الباب مفخخ. انتوا روحوا لهنيك وانت خليك هون والباقي يلحقني. سيدي نحن فقدنا الكاميرات يلي جوا. معلم، الفرقة دخلت النفق. ماشي عبد الحي، انتوا خدوا أماكنكم. شو عم تنتظر؟ إذا بدك تقتلني اقتلني. ما راح أقتلك هلأ، لازم أخذ كل الأجوبة على أسئلتي. رجعوا فخخة. تحركوا بسرعة. هون مسكر. عبد الحي، معكم 10 دقايق، كيف وضعكم؟ معلم نحن هلأ رح نقضي على القناص. يلا امشي. أنا ما راح أمشي على أي مكان يا مراد علمدار. إيه؟ راح أعرف كيف أخذك. بسرعة يلا شباب. يلا.
بسرعة نحن لازم نلحقهم. أمرك سيدي فورا. يلا. سيدي، انخطف صاحب الشعر الأبيض.